الفيديو عن جد مو نار، نار. اوكي يا جماعة الخير، اليوم الفكرة كثير قوية مثل ما انتم شفتوا بالغلاف وبالعنوان تبع الفيديو. الفكرة كثير حساسة وكثير قوية، فخلوني بالبداية اشرح لكم ليش هالفكرة رح نعملها. اجاني مسج من احد متابعاتي على الانستغرام، هذا حساب على الانستغرام، واقترحت علي الفكرة بس بطريقة غير مباشرة، فخلونا نقرا الرسالة الاولى اللي بعثت لي اياها وبعدين نحكي. السلام عليكم، أخوي لؤي، أشكرك على مجهودك بتقديم صورة جميلة عن اليمن، وهذا فخر لنا جميعا، وأنا بفتخر كثير 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 على الفيديوهات اللي عم بعملها، لأنكم أنتم بتستحقوها وبتستحقوا أكثر كمان. بس أشتي منك تتكلم عن بنات اليمن لأنهم مظلومات جدا من العادات والتقاليد للأسف، وأدري يمكن أنت كمان ما تتكلم عن الموضوع، بس قلت يمكن صوتي يوصل وأقدر أساعد كثير من البنات في بلدي وفي مجتمعي. شكرا لك على كل شيء، وحتى لو ما سويت الفكرة شكرا لك بنت اليمن. طيب هلا بالبداية هتقولوا لي لؤي شو هي الفكرة؟ الفكرة بالبداية رح نبدأ نشوف صور وفيديوهات وحسابات سوشيال ميديا لمشهورات يمنيات، وراح نقيم جمالهم من 1 ل10، وبالآخر راح أقول لكم ليش اخترت المشهورات اليمنيات. وأول حساب راح يكون لآلاء الصيادة، خلونا نشوف حسابها أكثر وأكثر عن قرب، ونشوف إذا حتى صور لها عشان نقيم جمالها. ونفوت، هذا حسابها ظريف جدا زي ما انتم شايفين قدام منكم. خلينا نشوف هيك صورة لقدها، يعني هي كانت حاطة صورة هيك، لا مو هي، استنى شوي نشوف. اوكي I think حلو ما شاء الله، اعتقد حلو، استنى شوي شوف هيك. شوف الفيديو. طويلة، نفطر الساعة 9، ولكن الحمد لله كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله بإذن الله هذا العيد يكون فاتحة خير علينا جميعا، والله يزيل عننا الغم. حلو. المخلوقة هي ساكنة ببريطانيا، واعتقد ناشطة على الانستغرام، فخلونا نشوف صورة ونقيمها. طبعا هي الصورة لابسة اللباس اليمني، اعتقد حلو كثير. خلونا نقيمها على الصورة هيك قديش من 10. عيون ملونة والله هي حلوة ما شاء الله عليها. طيب حنعطيها من وجهة نظري أنا 8 من 10، وانتم كمان بإمكانكم تقيموا معنا الجمال واحدة بواحدة، بتكتبوا لنا اسمها آلاء الصيادة، أنا بقيمها من هيك. كل واحد يكتب لي آراءه تحت بالكومنتات، خلينا نشوف آراءكم عن جمال المشاهير اليمنيات. وتاني مشهورة معنا ندى الأهدل، مثل ما انتم شايفين الحسابها قدام منكم، في عندها تقريبا حوالي 150,000 متابع على الانستغرام، فخلونا نشوف الصور اللي عندها على الانستغرام وصفحتها ونشوف عن شو عم تحكي. اوكي خلونا نشوف الصور هيك لها. البنت مبين عليها صغيرة ما كبيرة، بس صورها حلوين صراحة، فنانة وجمالها حلو، يعني عاطي انه جمال عربي، يعني ما هو جمال عادي، لا جمال عربي معطي صراحة، حلو كثير ما شاء الله. طيب خلينا نختار صورة لإلها ونقيم عليها. دقيقة، أنا كأني البنت هي شايفها قبل هيك، دقيقة والله أعلم هي القاصرة اللي أبوها زوجها بكير. بقول يا ترى هل هي تصلح للزواج إذا عندها ضغط عقلي ولا لا؟ أجوزك بنات، جسمها لساتها صغيرة، وحتى هي ما صح. هي مثل ما قلت لكم، هي المخلوقة. أنا هلا تذكرتها، شفت لها لقاء على التلفزيون وكانت عم تتشكى من الزواج القاصرات، وطلعت على التلفزيونات وطلعت مقابلات كثير، وكانت عم تحكي المعاناة تبع تزويج القاصرات. فعلا تذكرتها. خلونا نقيم ندى من 10 بجمالها. أنا بعطيها 9 لأنه فيها الجمال العربي الكامل. طب ليش 9 لؤي؟ لا تسألوني، أنا هذا تقييمي الشخصي. أنت أو أنت شو بتقيموا ندى من 10 بجمالها؟ رقم 3 معانا، ما عم بعرف اقرا اسمها صراحة، بس أعتقد اسمها فارة، ما أعتقد اسمها فارة، يعني ما بعرف. المهم هي رقم 3 معنا، طالع حسابها قدام منكم، عندها بحسابها على الانستغرام أكثر من 60,000 متابع، فخلونا نشوف شو محتواها ونقيم جمالها. اوكي ميك اب ارتست، مكياج وما مكياج وهيك شغلات ام البنات. طيب خلونا نقيمها من 10. انا بعطيها 8 من 10. فعلا البنت حلوه، الطابع العربي الطاغي جدا، بس انا صراحه انا برايي بعطيها 8 من 10. انت وانتي شو بتعطوها بالضبط من كم من 10؟ فخلونا نشوف انتوا ارائكم كمان
فارغ ما بعرف شو اسمها. رقم 4 معنا ماريا. قبل هيك استخدمت صورتها بالفيديو الماضي وقت انا قلت وقررت اتزوج من اليمن، من بعد ما شفت جمالها صراحة اقيم لكم اياها من هلا ما نشوف الصور. خلينا نشوف حسابها وبعدين نقيمها. طبعا عندها بحسابها اكثر من نص مليون متابع على الانستغرام. طبعا هي نص يمني نص روسي، واعتقد هي قالوا لي المتابعين انها خاطبة. المهم خلينا نشوفها ونشوف جمالها قديش من 10. ما شاء الله. هاي صورة من زواجها، خلاص تزوجت، بس ما شاء الله عليها. الله لحظة دخولها على الصالة. خلينا نشوف صور لها. طبعا شوف لكم شغله بهالصور عم نشوفها اللي عم تطلع قدامكم، انا عم قلب هيك انتم شايفين معي بالجوال. صراحه هي الصور مبين انه في ميكس عربي مع ميكس اجنبي، مبين واضح جدا. يعني رسمه العين ما رسمه عربيه، بس رسمه الوش، الشعر، لون الشعر لون عربي صراحه. شوفوا كميه كيات مو طبيعيه يا جماعه الخير، والله كمية كيات مو طبيعية. طيب خلونا نقيم من 10. ماريا بالنسبة إلي 10 من 10، مع انه هي بتخالف كثير من قواعد الجمال بالنسبة إلي كشخص. يعني ما عندها ولا واحد من اللي انا المختار، لا عندها واحد صراحة، بس لون البشرة. لون البشرة هذا اللون اللي انا كثير افضله، بس لا لون الشعر ولا لون العيون ولا اي شيء من الشغلات اللي انا بفضلها. بس صراحة بالنسبة لي ماريا تاخذ التوب صراحة، ما شاء الله كثير حلوة. 10 من 10 بالنسبة لي لماريا. انت شو رأيك بماريا؟ اكتب لي تحت تقييمك لماريا من وجهة نظرك انت. رقم 5 منال نديم، واخر وحدة خلينا نشوف حسابها على الانستغرام ونقيم جمالها من 10. طبعا منال عندها اكثر من 60,000 متابع على الانستغرام، حسابها شكله هيك جميل. حلو هذا الفستان، جميل جدا هذا الفستان. طيب حلوين صورها هيك كيوت، حلو هيك. طيب شوف واو والله صورة حلوين. لوكيشن ما شاء الله حلو جدا. الأماكن اللي عم تاخذ فيها صور عن جد كثير حلوة، كثير حلوة. هي والله أعلم موديل تصوير جميلة جدا. شوفوا الموقع، شوفوا طريقة التصوير، إبداع عن جد، شي حلو. إذا لاحظتوا أنتم بأغلب البنات اللي شفناهم وأغلب المشهورات اللي شفناهم كلياتهم عندهم الطابع العربي الأصيل بالملامح الوش، بملامح الجمال ظاهر جدا. وحتى عند منال نفس الحكاية، عند الملامح العربية واضحة جدا ومبين إن هي عربية ما لها أجنبية. طبعا أنا بقيمها 8 من 10. انت اللي عم تتحكم بالمحتوى الموجود اليوم بالساحه بالسوشيال ميديا، كيف الكومنت اللي عم تكتبه، اللايك اللي عم تحطه او الديسلايك اللي عم تحطه، الاشتراك اللي عم تحطه، وبتعمل فولو للواحد وبتعمل انفولو للواحد. هذا اللي بيحدد نوع المحتوى الموجود المقدم من ابناء بلدك. طب انت كيف ممكن تتحكم بهذا الموضوع؟ رسائل ايجابيه، كومنتات ايجابيه، لايكات. اكتب رأيك بطريقة جدا إيجابية، انتقد الموضوع بطريقة جدا حضارية وإيجابية، راح تلاقي تحسن جدا كبير بالمحتوى. من هون بحب لكم انتهى المقطع، خلونا نوصل هذا المقطع 20,000 لايك وأكثر. إذا حاب نتناقش أكثر عن الموضوع، هذا الحساب على انستغرام، فيك تروح تتواصل معي على الدايركت وراح الرد، بس لا تبعت لي مرحبا، ابعت لي الموضوع اللي حاب نتناقش فيه عشان أفوت أعرف شو بدنا نحكي على السريع. تمام، شكرا كثير لكم للمتابعة، بشوفكم الفيديو الجاي يوم الخميس الساعة 7. كان معكم من هون لو إلى الثاني، سلام.